إزاي نبلغ طفل بخبر الوفاة؟ موقف فقد حد عزيز بيكون من أصعب المواقف اللي بتعدي على أي أسرة، وبتزيد صعوبته لما بيكون جزء من مسؤوليتنا إننا نبلغ طفل لاستقبال خبر زي ده والتعامل معاه. في الفيديو ده هنقدم بعض القواعد اللي محتاجين نحطها في بالنا قبل ما نتكلم مع الطفل ده. إيه مهم نعمله وإيه كمان مهم ما نعملهوش؟ أولاً، القاعدة الأكبر: الطفل إنسان، والإنسان بيفهم ويحس. بعضنا بيكون عنده اعتقاد إن الكبار عندهم قدرة أكبر على الإحاطة بالأمور واستيعابها، وإن الأطفال منفصلين في عالم تاني لوحدهم، زي ما بيقولوا كده، ولا على بالهم ومش فاهمين أي حاجة. وده مش حقيقي، لأن الأطفال مركزين وطول الوقت بياخدوا قرارات عن نفسهم وعننا وعن الحياة. وعلشان كده إهمال التواصل مع الأطفال في الظرف ده خطر جدا، وبيسمح لمخهم إنه يكون أفكار وتصورات غلط عن نفسه وعن الحياة، زي أنا ماليش لازمة، الحياة غير مفهومة، عادي، مش فارقة، أو الدنيا ملهاش أمان. القاعدة التانية: هنقول الحقيقة، والحقيقة فقط لا غير، بطريقة إنسانية كريمة. شائع جدا في مجتمعاتنا إننا نخبي مثلا على المسن المريض بالسرطان هو بيتعالج من إيه، ونخبي على مريض القدم السكري إن هيتعمل له عملية بتر. وده كله طالع من أفكارنا عن المشاعر وتهويل وتضخيم أثرها على الشخص، وبالتالي محاولة حمايته منها بإننا نخبي جزء من الحقيقة أو كلها عليه. ده كلام مهم، لأن أحيانا اللي بيسأل المتخصص أقول إيه للطفل بيكون متخيل إن في كذبة معينة محببة وصحية هنقولها للأطفال، زي مثلا بابا بيتعالج بره، جده في السماء، وفي أسرة قالت ماما في مكان الملايكة بتعالجها فيه، أو ماما مسافرة. المفاجأة إننا هنقول الحقيقة، الفكرة بس بتكون فهنقولها إزاي. وده لأن المشاعر مهما كانت تقيلة لما بنتعامل معاها صح بتعدي. المشاكل بتحصل لما بنخاف منها وننكرها. القاعدة الثالثة دي حاجة بتتفصل، يعني مين هيعمل ايه امتى وفين وازاي، دي حاجة بنفصلها بناء على السياق. الوفاة حصلت ازاي؟ مفاجأة ولا بعد مرض؟ هل الطفل على علم بالمرض وتفاصيل شدته وطبيعة علاجه ولا لأ؟ هم كانوا فين وقت الوفاة؟ مين أقرب حد ليهم؟ علاقتهم إيه بالمتوفى أو المتوفاة؟ فات قد إيه على الوفاة؟ وهم معلوماتهم إيه عن اللي بيحصل حواليهم؟ الإجابة هتكون طالعة من السياق وبادئة بيه. القاعدة الرابعة: نقل الأخبار السيئة مهارة وله قواعد. الشخص اللي هيتعامل مع الطفل محتاج يتعلمها: اختيار المكان والوقت المناسب، التمهيد، وبيبدأ من المعلومة اللي عند الطفل ويراجعها معاه، يدي فرصة لتوقعات الطفل تشتغل ويتكلم بهدوء وواحدة واحدة، ويسيب مساحة للاستفسار ورد الفعل، احترام رد الفعل، وإنه يكون فاهم إن الإنكار والغضب هي مراحل طبيعية لرد الفعل على الأخبار بتاعة الأحداث الصادمة. الاحتواء والتفهم الوجداني، يعني البعد عن المواعظ اللي بيكون هدفها هنا إننا ما ينفعش نزعل. القاعدة الخامسة: إحنا كمان زعلانين. غالبا بيميل الأهل بسبب كل الحاجات اللي قلناها دي لمحاولات التجلد وإظهار الثبات قدام الأطفال، وده بيشكك الطفل في فهم هو إيه الشعور الطبيعي دلوقتي، أو بمعنى أصح هو أنا المفروض أحس بإيه. علشان كده إظهار مشاعرنا الحقيقية ككبار مهم، زي بالظبط ما في ثقافتنا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام المشهور مع وفاة ابنه: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللي بيقدم لنا تعليم نفسي لاحترام المشاعر والسماح لها بالظهور وتفريغها بطريقة فعالة. لو ما كانتش القواعد دي كافية إنها تساعدك في التعامل مع الموقف، وكان الموضوع معقد بدرجة تخليك مش قادر تختار الطريقة المناسبة، يبقى أنت محتاج استشارة متخصص في الدعم النفسي عشان يسمع منك التفاصيل ويساعدك في رسم الخطة وتنفيذها. في الفيديو ده اتكلمنا عن 5 قواعد أساسية ممكن يساعدونا وإحنا بنبلغ طفل بخبر وفاة حد عزيز عليه. أولهم إن الطفل إنسان بيفهم ويحس زي الكبار بالظبط. تاني حاجة إننا هنقول الحقيقة بطريقة إنسانية كريمة. القاعدة الثالثة إنه دي حاجة بتتفصل على كل موقف حسب ظروفه. والرابعة إنه نقل الأخبار السيئة مهارة وله قواعد محتاجين نتعلمها من دلوقتي. وآخر حاجة إنك تبعد عن المواعظ
وتتقبل مشاعرك ومشاعر الطفل اللي بتبلغه بالخبر. وفي النهاية ما نقدرش ننكر إن ده من أصعب المواقف اللي ممكن نعدي بيها. مش هقول يا رب ما نعديش فيه لأن ده مش طلب واقعي، بس هقول يا رب يلهمنا إننا لما نتحط في الموقف ده نعرف نتصرف بطريقة سليمة، ويرزقنا القوة فنقدر نكون حقيقيين، ويساعدنا ناخد بإيدين أولادنا ونعدي الموقف الصعب ده وإحنا أقوى وأقرب له ولبعض.